مسلسل لام شمسية بيتكرر كل يوم في مصر، وبالأخص في مدينة دمنهور. الحكاية كلها إن لازم تنتفض ولازم تغضب لما تشوف وضع زي دي. لما طفل يوصل سن 6 سنوات ويتعمل فيه كده من واحد أبسط مثال نقول عليه ذئب بشري عنده 75 سنة، يعمل فيه كده ويبهدله كده بالشكل ده، ونلاقي بهدلة وطرنعة وقلة استحياء وقلة أدب ومحدش مستعني غير أشاء القدر إن ربنا يفضحه في عقر بيته. بس أنا عاوز أقول لك حاجة من الموضوع ديت، حاجة صغيرة بس. ربنا ما بيفضحش من أول مرة، ربنا ما بيفضحش من أول مرة، عشان ربنا اسمه الستير. وأكيد مليون مرة هذا الشخص الذئب البشري عمل الحاجات دي مليون مرة قبل كده، لأن ربنا ما بياخدش من أول مرة، ولا بيفضح من أول مرة، ولا بيظلم من أول مرة. ربنا ما بيظلمش حد، وما ربك ظلام للعبيد. ربنا اسمه الستير، بيستر مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية، بس إذا أخذ إنسان بياخده أخذ عزيز مقتدر. لما يطلع واحد عنده 85 سنة ولا 80 سنة ويعمل في طفل بريء ما ذنبوش أي حاجة 6 سنين يعمل فيه كده، ده حاجة ما يرضيش ربنا. أقسم بالله العظيم أمر لا يرضي ربنا ولا يرضي بشر ولا يرضي أي واحد حتى بيتقي الله. ويطلع كمان مديرة مدرسة تتعاطف مع الذئب البشري ديت وتطرنح الموضوع، ويطلع كمان الدادة كمان تاخد الطفل البريء توديه بنفسه لهذا الشخص وهذا الذئب اللي ربنا، هنقول ربنا ايه بس اكتر من كده. ومديرة المدرسة تطرنخ برضه، والأستاذة بتاعته تطرنخ وتبقى عارفة كل حاجة وما تقولش. ترضيه على ابنك، ترضيه على حفيدك يا مديرة المدرسة انت. وانت يا عم الذئب البشري اللي وصلت 80 سنة ولا 75 سنة تعمل في طفل بريء كده، ما عندكش احفاد؟ اتجوز يا اخي، اتجوز يا اخي. ولا انت مريض نفسي؟ ولا انت مريض نفسي؟ قول لي اتجوز. واكيد هيطلع برضه في القضيه ديت محامي قذر، الا من رحم ربي، في محامين محترمه. هيطلع القضيه برضه في شنك، وهيطلع هذا الذئب البشري اللي يبلغ من العمر 80 سنه، وصل من العمر عتيه، هيطلع ان الشخص ديت مريض نفسي او مريض عنده مرض عقلاني عشان يفشكل القضيه. ما تستبعدش اي حاجه. الموضوع ده بقاله سنه متكتم عليه من اداره المدرسه. مدرسه لا تفقه شيئا عن التربيه ولا تفقه شيئا عن اي حاجه. طفل اسمه ياسين 6 سنوات، 6 سنوات، يا ترى حالته النفسيه دلوقتي؟ ما حدش يرضاه على ابنه، ولا حد يرضاه على جاره، ولا حد يرضاه على ولد في سنه. اقسم بالله العظيم قلوبنا معاه. انت لازم تغضب لوضع زي دي، ولازم تصور في لوضع زي ديت. لما نشوف قصه زي دي وذئب بشري يفترس طفل عنده 6 سنوات، دي ما يرضاش ربنا. لازم تصور وتغضب وتنتفض، ولازم الموضوع الصعب ده الموضوع قضيه راي عام. لما يوصل هذا الذئب البشري انه يعمل في طفل عنده 6 سنوات، يبهدله البهدله ديت ويهينه اهانه جنسيه، ما يرضوش حتى والله العظيم هذا الفعل الشنيع ما يطلع الا من واحد مجرد من الانسانيه، مجرد من التقوى في قلبه. بس ربنا برضه ما بيفضحش من اول مره. اكيد من الراجل ده عمل هذا الفعل الشنيع مع حد غيره مليون مره قبل كده، مع غيره وغيره وغيره، بس عشان قدرك ان يفضحه في عقر بيته، يفضحه في مدرسته. ومدرسه لا تفقه شيئا عن التعليم وعلى العلم، والاسم ايه؟ مدرسه خاصه. اي مدرسه خاصه. دول انتوا بتربوا ناس، اتقوا الله، انتوا بتربوا ناس. قبل ما تربوا اطفالكم ربوا انفسكم، ربوا انفسكم، وبطلوا ترسموا علينا ان انتوا بتربوا الاجيال. اجيال ايه؟ انت بتربي طفل صغير بدل ما تطبطب عليه، ولو لقيت مشكله تحلها له، تعمل فيها هذا الفعل الشنيع، والداده بتاعته تاخده بنفسه توديه لهذا الذئب المفترس. راجل عنده 80 سنه بلغ من العمر عتيه يعمل كده. والله امر ما لا يرضى ربنا ولا يرضى دين ولا يرضى شرع ولا يرضى اي حد. اتقوا الله، انتوا بتربوا ناس. امال المدرسه خاصه ازاي؟ سيبتوا المدارس الحكوميه، سيبتوا ايه المدارس الحكوميه؟ لذلك حتى انا بطالب القضاء
انه يبذل قصارى جهده ان عشان يبين الحقيقة وياخد حكم. هذا الرجل ياخد حكم جامد، يوصل لأقصى درجات الحكم، لأنه افترس طفل بريء الله أعلم بحالته النفسية، ولا بقى الله أعلم بأسرته تعمل إيه. لما طفل زي دي تاخده تعمل فيه كده العمل الشنيع دي، تقول لا ده مدرسي، ده مدرسي، لا مدرسي. انتوا بتربوا ناس وبتربوا أطفال، سيبتوا للناس بره وأطفال الشوارع بره والناس الصيع بره. لما يطلع مدير مدرسي تترنخ على مديرة مدرسي تترنخ على الفعل الشنيع. اتقوا الله في أولادكم كما تدين تدان. يا دادا اللي انت كنت بتاخد الطفل توديه للمدرس ده عشان يعمل الفعل الشنيع ده، اتقي الله. ما عندكيش اولاد، ما عندكيش اخوات صغيره، ما عندكيش ابن صغيره ترضيه على ابنك؟ ويا مدرسه اللي كنت عارفه كل حاجه ومطنشه، ترضيه على ابنك؟ ترضيه على حفيدتك؟ ويا مديرة المدرسة اللي كنت عارفة كل حاجة وجبت الطالب وجبت التلميذ الصغير يضربوا عصايتين بس من باب جبر خواطر، وتقولوا له اوعى تقول الكلام دي لماما او اوعى تقول اللي حصل دي لماما؟ يا شيخ اتقي الله، اتقي الله في نفسك، اتقي الله في نفسك. ده انت اسمك مديرة مدرسة يعني بتربي نشء. بس اقسم بالله ما كنت هنتكلم في الحوار دي خالص، ولا كنت هنقول اي كلمة فيه، لان فعلا كل ما نفتكر ان هذا الذئب الجاسر الكاسر الطاغي الفاجر يعمل في طفل صغير بريء كل ذنبه انه عاوز يتعلم عنده 6 سنوات، يعمل فيه هذا الفعل الشنيع، عاوز ايه اكتر من كده؟ طفل ياسين احنا معاك قلبا وقالبا، وربنا ينصرك على هذا الذئب وإدارة المدرسة. احنا المفروض ننتفض، والموضوع وصل للرأي العام، بقت قضية رأي عام. الوزير نفسه طلع ومشكل لجنة عشان خاطر يعرف الحقيقة فين ويعرف المشكلة فين. المدرسة دي لازم تنقفل مليون مرة وما تنسبش كده. لما يحصل في مدرسة خاصة هذا الفعل الشنيع لازم تنقفل. أنا كأب ولا غيري كجاري مقدم في مدرسة لابنه زي دي خاصة، يخاف على ابنه فيه؟ أيوه خاف على ابنه من إيه؟ لما مديرة مدرسة تبقى عارفة كل حاجة وتطرنخ وتطنش، والداده بتاعته برضه تطنش، والمدرسه بتاعته تبقى عارفه كل حاجه وتطنش. اتقوا الله في اولادكم، اتقوا الله في اولادكم، اتقوا الله في اولادكم. كل الديون تؤخذ من الجيوب الا الاعراض تؤخذ من الاعراض. هنقولها تاني عشان الرساله تكون وصلت. كل الديون تؤخذ من الجيوب الا الاعراض تؤخذ من الاعراض. أهلا بكم في قناة حكاوي الغلابة.